الله راح يكون فيها خبز سميته خلية النحل، وراح تشوفوا طريقة عمله والنكهات اللي فيه. جاسباتشو، شوربة الصيف المنعشة. أول شغلة راح نبدأ بها إن شاء الله خلية. عندي طحين، بسم الله الرحمن الرحيم، حليب بودرة أو حليب على شكل بودرة، يعني الحليب الجاف. فيه توم بودرة كمان، وإذا ما عندكمش توم بودرة فيكم تضيفوا الطازج، بس كمية قليلة، وما تضيفوهش في الأول. تعجنوا العجينة مليح، بعدين بتضيفوه، أو حتى إذا بدكم تخفوا من النكهة تاعو اللي ما يحبش النكهة تكون كثير قوية، إما تقلوه في الزيت أو تنقعوه في المي، هيك به بالقشرة تاعو، بعدين تحولوه كأنه مثل الكريمة، بتضيفوه للخبز. هنا أنا عندي على بودرة وموجود بالأسواق، عندي ملعقة صغيرة. وفيه كمان هذا بقدونس أخضر جاف، إذا ما عندكمش بقدونس أخضر جاف تعملوا الطازج. ملعقة كبيرة سكر، وكمية من الزبدة اللي فيكم تستبدلوها بكمية من زيت الزيتون. ما تذوبوهاش دائما لما نجي نضيف الاضافات، خصوصا الزبده، حاولوا انكم ما تذوبوهاش، ما تكونش دايبه، بالعكس تخلوها يعني طلعوها وتخلوها بدرجه حراره الغرفه، بتكون احسن. راح نخلط هالمكونات، بعدين نضيف خميره الخبز الفوريه، ونضيف الماء مع العجن تدريجيا، واخر شغله اللي هي الملح. بعد ما تتخلط مليح معايا المكونات هذه، المكونات الجافه مع كميه من الزبده، طبعا راح اغير القطعه هذه، ونبدا نضيف في الماء الدافئ دائما، لا بارد ولا سخن، هيك يعني تجوا تعطلوا دور الخميره في الخبز. خميره الخبز الفوريه. راح تنعجن العجينه مش اقل من 8 ل 10 دقائق. بعد هيك نشكلها قدامكم، ونوريكم كمان اخر خطوه اللي هي ندهنها بخليط، وموجود كمان في الوصفه، زيت الزيتون مع اوريجانو، زعتر بري، كميه من الزعتر البري، جبنه البارميزان، وثوم، وزيت زيتون. تنقعوا هالمكونات، راح ندهن بيهم بعدين حبات الكرات اللي نعملهم، بس لما نشكلهم على شكل اذا بتريدوا خليه النحل. فانا راح اعجنها وبعدين نرجع لكم ان شاء الله. وحطيته بالفرن، وراح نبدا بالجاسباتشو، شوربه الصيف. هاي الواحد لما يكون حر ويحب ياكل بتجي على باله شوربه، وطبعا لما يكون فيه صيف وحر ما نقدرش ناكل شوربه سخنه، فنفكر في شغله بارده، فهذه هي افضل شوربه للصيف.
اللي هي شوربه الطماطم او شوربه الجاسباتشو، شوربه الصيف المنعشه اللي بدكم اياه. المكونات تاعها بسيطه، لكن التقديم تاعها تقدموه كيف ما حابينه. انا عندي فكره إلها كيما راح نقدمها لكم. اول خطوه وعملتها انايا، بس كل شيء مذكور بالوصفه، وراح نقول لكم على هالخطوه. كميه من الخبز، خبز الباجيت البائت، يعني عنده ليله او شيء بيكون هيك شويه مدبال وزي ما بدكم، دو بان غاسي. ننقعه في كميه من الخل، 3 ملاعق تقريبا، شي 50 غرام خبز باجيت ننقعه في 3 ملاعق كبيره تقريبا خل احمر. عندي كميه من الطماطم، جزر وسكر. اللي ما يحبش السكر ما يحطش، لانه الجزر كمان فيه هيك حلاوه، ممكن تغني عن السكر، بس لانه الطماطم بتكون عندها هالحموضه فهي شغله اختياريه. عندي هون اشالوت او اشالوت، هي حبات البصل الصغيره، ما عندكمش بتحطوا كميه صغيره من البصل. يعني انا حبه توم حتى مش حاطتها كلها فص توم، حاطه نص حبه توم. سكر ما خبرتكم. عندي هون البابريكا او الفلفل الحلو الاحمر الحلو، وفيه ملعقه ونص تقريبا ماء بارد جدا، فيكم تستبدلوها بكميه من الايس او الجلاسون. وراح نبدا نطحنهم. لما تجوا تطحنوهم بنصحكم تبدوا بالشغله اللي فيها المي اكثر. تحطوا اول شيء الطماطم، بسم الله. وراح حتى احولها اول شيء لسائل، بس لما نضيف المكونات اليابسه هذه شويه الجامده تنطحن بسهوله. بسم الله. فوالا. وانا ليش فكرت في الفلفل الاحمر الحلو؟ مش بس مشان النكهه، انه اكيد بيعطينا نكهه، بس كمان مشان اللون، لانه الطماطم بخصوص هالايام وقاع ما نلقاش طماطم اللي تكون الاحمر الحلو. هي المفروض معروفه لا تومات ايطاليان، الطماطم الايطاليه تكون حمراء وتكون كثير طيبه، فمرات تكون بيضه لداخل تعطينا لون تقريبا، يعني مش كثير هاللون تاع الطماطم. انا فكرت نضيف لها الفلفل الاحمر الحلو، ينكهها ويلونها في نفس الوقت. كمية الخبز المنقوع في الخل، الجزر، بصلة صغيرة أو ليشالوت، إذا لقيتوا ليشالوت بيفضل، مع نصف نصف حبة توم أو نصف فص توم، وشوية سكر، هي ملعقة. راح أضيف معهم هالحبة تاع الآيس، يعني خلوها حتى بنين. يلا معليش عاملينكم بروموشن اليوم. وراح نطحنهم، بسم الله. شايفين هاللون اللي اعطته لي؟ مش الطماطم، صحيح المفروض تعطينا هاللون الطماطم، في حاله ما اعطتها لناش ما تكونش موسميه او ايا كان السبب، فلونوها بالبابريكا او الفلفل الاحمر الحلو. وحتى فيه اللي يحطوا قطعه شويه تباسكو، اللي يحبوا نكهه قويه او الحار او شيء بيحطوا فلفل حار، بيحطوا تباسكو، فلكم الخيار. وما علي الا الشوربه. نضيف لها شي اذا بتريدوا شويه فلفل اسود، نكوها بشويه فلفل اسود وشويه ملح، اللي يحب كمان الملح. لونها كتير كتير حلو، شايفين اللون تاعها؟
الشغله فيها انه ما فيناش ناكلها في نفس الوقت، بدكم تبردوها مش اقل من 3 ساعات. كل ما تكون بارده كل ما طعمها اطيب. ولما تجوا تقدموها مثل ما خبرتكم بنكهات، تزينوها بالليمون بالخيار بالنعنع، يعطي اللون. يعني تخيلوا هاللون الاخضر مع هاللون البرتقالي، هون تقريبا برتقالي لان وتعطوها او هيك رشه كمون كمان. انا رح اقدمها لكم بطريقتي، ورح زينها كمان بشويه ايس او جلاسون. طبعا هذه رح احطها بالثلاجه خليها تبرد. وانا مجهزه وحده ثانيه باقتراح، حطيتها بهالكوبايه. ومثل ما قلت لكم انا بدل ما فرمت الخيار او شيء، لانه يتقدم باشكال وانواع هالنوع من الشوربه، فطحنت الخيار في نفس الخلاط هذا. حطيت شوربه الجاسباتشو او شوربه الصيف المنعشه في الكوبايه، وزينته بالخيار. وبنقدمه لانه مرات نقدمه بالخبز، كل واحد كيف قدمه. انا فضلت انه كل هالنكهات لحالها هيك بهالطريقه. وراح زينها كمان بالجلاسون او الايس. شايفين حتى الجلاسون ولا الايس هي، انا بدل ما نحط هيك الطماطم لحالها، فكرت اني ثلجت هالحبات طماطم اللي تومات سوريز ولا تشيري توماتو، الطماطم الصغيره هي، حطيتها وخليتها تثلج بهالطريقه. خلينا يعني احنا نضيف الايس بهالطريقه. اوكي. فشايفين خبرتكم على الطماطم الصغيره، حطيتها بالثلج، حطيت هالحبات، كبيت ميه وخليتها يمسك فيها، تعطيني هالاشكال الحلوه. دون بيير دو كو كومون دي، يعني عصفورين بحجره. هيك بنقدم ايس، نقدم لي غلاسون، وفي نفس الوقت نقدمهم بشكل حلو كمان. وهون نفس الشيء، ورق النعناع الريحان اي شيء كمان حطيته، وحطيت عليه الايس او الثلج وثلجتهم. ونفس الشيء يعطينا هالشكل. شايفين ما احلاهم. والف هنا وشفا. الحين راح نجيب لكم الخبز اللي اكيد انخبز واحلى لون. خلية النحل، شايفين ما اسهلها واحلاها وما اطيبها. ما في غير شغله نقولها لكم. غير وصفات بموقعنا فتافيت.com. والف هنا وشفا.